المشاهدون الأكارم، طبتم وطابت أوقاتكم أينما كنتم بكل خير. نشرة الأخبار نقدمها من الفضائية الإريترية، نستهلها كالعادة بأهم وأبرز العناوين. رؤساء اليمن ومنغوليا وتايلاند يهنئون بعيد الاستقلال. السفير المتحي يقدم أوراق اعتماده لرئيس نيبال. امتحانات الشهادة المتوسطة تجري من 5 وحتى 7 من يونيو. الرئيس السنغالي يدعو إلى وحدة غرب أفريقيا وتقوية العلاقات مع بوركينا فاسو. وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نظيره الصيني في سنغافورة. وسلوفينيا تعترف بدولة فلسطين. أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بعث رؤساء اليمن ومنغوليا وتايلاند برقيات التهنئة للشعب وحكومة إريتريا بمناسبة الذكرى 33 للاستقلال. وبعث رئيس مجلس القيادة اليمني الدكتور رشاد محمد العليمي ورئيس منغوليا خورلسوخ أوخنا ورئيس وزراء مملكة تايلاند سريتها تافيسين ببرقيات التهنئة، متمنين للرئيس سياس أفورقي دوام الصحة والرخاء والازدهار لإريتريا وشعبها. وأوضح الرؤساء الرغبة لتطوير العلاقات الأخوية مع إريتريا. قدم سفير إريتريا في الهند السيد المتحي أوراق اعتماده لرئيس نيبال رامتشاندرا باوديل كسفير غير مقيم لإريتريا في نيبال. وقدم سفير المتحي في مراسم تقديم أوراق اعتماده أمس 30 من مايو قدم رسالة فخامة الرئيس سياس أفورقي عن الأمنيات الطيبة، موضحا العمل لتطوير العلاقات الإريترية النيبالية بما يخدم المصلحة المشتركة. وأعرب رئيس نيبال رامتشاندرا عن أمنياته الطيبة لشعب وحكومة إريتريا. أعلنت وزارة التعليم بأن امتحانات الشهادة المتوسطة للعام الدراسي 2023-2024 ستجري من 5 وحتى 7 من يونيو في جميع أنحاء البلاد ومدارس الجاليات الإريترية في السودان وجدة والرياض في المملكة العربية السعودية. وأوضح مسؤول وحدة الامتحانات الوطنية في الوزارة الأستاذ هابت أسفهم أن الامتحانات التي ستقدم في 478 نقطة امتحان تشمل 5 مواد هي الإنجليزية والتعليم الاجتماعي والعلوم والتربية الوطنية والرياضيات. وسيجلس للامتحانات 67249 طالب من 454 مدرسة. ودعا الطلاب للقدوم إلى مقاعد الامتحانات وبحوزتهم بطاقات الامتحانات والمجيء مسبقا إلى مقاعدهم وتنفيذ التعليمات المقدمة. عقدت وزارة الزراعة اجتماعات موسعة في مدينة عاصف في 30 من مايو لتقييم الأنشطة التعريفية التي ظلت تقوم بها منذ شهر أبريل الماضي في جميع الأقاليم للخطة الاستراتيجية الخمسية وتقييم التقدم المحرز في الربع الأول من السنة. حضر الاجتماع وزير الزراعة السيد أرفاين برهي وحاكم إقليم جنوب البحر الأحمر السفير محمد سعيد منتاي وقائد القيادة الشرقية العميد إبراهيم عندوم ورئيس مجلس الإقليم وهيئات أخرى. وقد سلطت الاجتماعات الضوء على جوهر الخطة الخمسية الممتدة من 2024 إلى 2028 وترتكز على الغذاء للجميع. وأوضح المدير العام لقسم الزراعة والأراضي بالإقليم بالإنابة المهندس عمر محمود في التقرير الذي قدمه، أوضح بناء خزانات مياه في أفنبو ودبايسيما ورمودا ووجود برنامج لبناء خزان مياه بسدح علم. وأشار إلى أن الزراعة الفيضية في مساحة 1000 هكتار وزراعة التمور على مساحة 35 هكتارا هي من الأنشطة الزراعية الرئيسية، بالإضافة إلى تربية النحل والبطاطا والعلف الحيواني. وطرح المشاركون على دعم المزارعين في إعداد مصادر المياه وتشجيع إحصاء وتطعيم الماشية وحماية الغابات وإرساء الطاقة البديلة وإدخال تنمية البطاطا الحلوة. وذكر وزير الزراعة السيد أرفاين برهي الجهود الزراعية الجارية لتنفيذ الإرشاد القائل إيصال الغذاء للجميع وفي الجميع، مناديا لزيادة جهود الجيش في التنمية في إقليم جنوب البحر الأحمر والدفع ببناء خزانات المياه وتربية الدواجن وتنمية التمور والليمون والمورينجا.
وقال حاكم الإقليم السفير محمد سعيد منتي إن تعزيز نظام المعلومات والبيانات الشامل هو أساس التنمية بكافة أنواعها، ويجب ربطها بالخطة الاستراتيجية وإيجاد الحلول للنقص في الكادر البشري. هذا وعقد اجتماع مماثل في إقليم شمال البحر الأحمر في مصوع. افتتح معرض الأشغال اليدوية السنوية في قاعة إرتريو جرمن في 30 من مايو بتعاون وزارة العمل والرعاية الاجتماعية ووزارة السياحة والاتحاد الوطني للمرأة بعنوان معرض المنتجات التراثية. ويهدف المعرض إلى جعل المنتجات التي تنتجها النساء اللواتي تم تدريبهن لمدة 6 أشهر تقريبا في مراكز تدريب دبعته الاتحاد الوطني للمرأة تجاوز الاستهلاك المحلي إلى المنافسة إقليميا ودوليا والدفع بالتعاون الجماعي. وأوضح منسق البرنامج السيد جبرآ في الساهية أن الحرف اليدوية لها جذور قديمة وتاريخية في إريتريا، وأن مجتمعنا لديه تراث حرفي غني لم يفقد أصالته. وذكر المدير العام لقسم الرعاية الاجتماعية بوزارة العمل والرعاية الاجتماعية السيد مهرت آب في الساهية أن الوزارة تعمل مع مختلف الجهات الحكومية والجبهة لتطوير القدرات المهنية للمواطنين بشكل عام والمرأة الراعية بشكل خاص. حضر المناسبة وزيرة العمل والرعاية الاجتماعية السيدة الأولغا آب ووزيرة السياحة السيدة أسكالو منقريوس ورئيسة الاتحاد الوطني للمرأة السيدة تخاتسفا ميكائيل ومسؤولون مدعوون. نظم قسم خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم القشبركة سيمينار يوم 27 من مايو حول الوسائل الزراعية الآمنة وسلام الغذاء للإنسان والحيوان. وأوضح الخبراء في السيمينار الذي شارك فيه مزارعون ومدراء الضواحي بأن سلامة الغذاء تبدأ من الوسائل الزراعية ونوعية الأنشطة الزراعية التي يقوم بها المزارعون، ويجب القيام بالحذر والرقابة بشأن سلامة الإنتاج الزراعي سواء للإنسان والحيوان قبل الاستهلاك. وأهاب الخبراء المزارعين عامة ومنتجي وموزعي غذاء الإنسان والحيوان خاصة بتجنب الأساليب التي تسبب التلوث الغذائي والبيئي، وكذا استخدام المبيدات الحشرية بإرشادات الكادر المهني. وأوضح مسؤول خدمات الرقابة الإقليمية في إقليم القشبركة السيد حقوس قبر مريم أن سلامة الغذاء من القضايا المحتاجة لحذر ووعي كبيرين، مشيرا إلى تنظيم سيمينارات مماثلة في مختلف المناطق. وقال مدير مديرية منصورة السيد تادس قبر قرقيش أن على المزارعين إدراك مخاطر الوسائل الزراعية غير الآمنة واتباع توجيهات المهنيين. وذكر المشاركون أهمية التنوير المقدم للحد من الأضرار التي قد تحدث على الإنسان والحيوان. نظم يومي 28 و29 من مايو في مدينة بارنتو أسبوع الشباب على مستوى إقليم القشبركة. وقال مسؤول الاتحاد الوطني للشباب والطلبة فرع إقليم القشبركة السيد ماريقوس قرماي إن الأسبوع هو ختام البرامج المماثلة المنظمة على مستوى المديريات لعكس الأنشطة الشبابية واستكشاف القدرات والمواهب. وذكر مسؤول الشؤون السياسية والتنظيمية في الفرع السيد تخلى زرين أن أسبوع الشباب المنظم تزامنا مع احتفالات أعياد الاستقلال كان له دور في الحفاظ على التاريخ والتراث وتوريث القيم والتصدي والصمود وتقوية الوحدة والوئام وترسيخ روح المنافسة. وأشار حاكم إقليم القشبركة السفير محمود علي حروي إلى أهمية الأسبوع مؤكدا على عمل إدارة الإقليم لإنجاح برامج الشباب. وقدمت في المناسبة الجوائز للفائزين في مختلف المسابقات المنظمة. نظمت الجمعية الوطنية للإعاقات الذهنية وتخلف النمو دورة تدريبية ل30 من أمهات المعاقين ذهنيا بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمرأة. تضمن التدريب المنظم ليومين في أسمر القانون والتنظيم والإدارة وخلفية وأهداف الجمعية. وأوضحت رئيسة الجمعية السيدة يبرأ ألم يعبيو أن التدريب نظم لأن تأهيل المرأة له دور كبير في تغيير المجتمع وإزالة الظاهرة المتخلفة تجاه المعاقين. وذكرت بأن الجمعية تقوم بالسيمينارات التنويرية والتوعوية في جميع أنحاء البلاد للحيلولة دون مواجهة المعاقين ذهنيا للعزلة. ودعا المدير العام للخدمات الاجتماعية في الإقليم الأوسط العقيد قبر هنس ولد قرقيش المتدربات لتوظيف المعرفة المكتسبة لتطوير أبنائهن المعاقين. مشاهدينا الأكارم، فاصل قصير من ثم نعود لمتابعة الأنباء على الصعيد العالمي.
أهلا بكم على الصعيد العالمي. وجه الرئيس السنغالي ياسيرو دوياماي فاي نداء حماسيا من أجل الوحدة الإقليمية وتعميق التعاون الثنائي مع بوركينا فاسو، حتى مع تمسك المجلس العسكري في الدولة الواقعة في غرب أفريقيا بخطط الانسحاب من الكتلة السياسية والاقتصادية الرئيسية في المنطقة. وفي أول رحلة رسمية له إلى دول الساحل المهددة بالانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إيكواس المكونة من 15 عضوا، قال فاي إنه يرى أمل لإقامة حوار على الرغم من المواقف الصارمة لبعض الدول. وأعلنت بوركينا فاسو وجيرانها مالي والنيجر التي يديرها المجلس العسكري في يناير الماضي أنهما ستنسحبان من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، مما يعكس عقودا من التكامل الإقليمي. وشكلت الدول الثلاثة اتفاقا للدفاع والتعاون يعرف باسم تحالف دول الساحل AAES، وتخطط لإنشاء اتحاد كونفدرالي. التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن نظيره الصيني دونغ جون في سنغافورة في أول اجتماع عسكري على هذا المستوى بين القوتين منذ 18 شهرا. وأشار مصدر لوكالة فرانس بريس إلى أن الاجتماع بدأ في فندق بالعاصمة السنغافورية، حيث يعقد منتدى أمني سنوي. ويؤمل في أن تساهم المباحثات العسكرية النادرة بين واشنطن وبكين في ضبط التوترات بشأن قضايا خلافية أبرزها تايوان، ولعل النزاع المرتبط بتايوان المدعومة من واشنطن والتي تعهدت الصين إعادتها إلى سيطرتها هو الأبرز من بين عدد من الخلافات بين القوتين العالميتين. كذلك تشعر بكين بالغضب حيال تعميق واشنطن علاقاتها الدفاعية مع منطقة آسيا والمحيط الهادي، خصوصا مع الفلبين. أعلن رئيس وزراء سلوفينيا روبرت غولب اعتراف بلاده بدولة فلسطين، وهي الدولة الرابعة التي تتخذ خطوة كهذه خلال يومين. وقال غولب في تصريح عقب اجتماع الحكومة إنها قررت الاعتراف بفلسطين دولة مستقلة ذات سيادة على حدود عام 1967 وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن الدولي. وأعلنت إسبانيا والنرويج وأيرلندا اعترافها بدولة فلسطين، مما يرفع عدد الدول المعترفة بها إلى 147 من أصل 193 دولة بالجمعية العامة للأمم المتحدة. من جهتها رحبت الرئاسة الفلسطينية بقرار حكومة سلوفينيا الاعتراف بدولة فلسطين. الخبر الأخير: أعلنت وكالة الفضاء الروسية روس كوسموس عن إطلاق مركبة غير مأهولة نحو محطة الفضاء الدولية. وذكرت الوكالة في بيان لها أن عملية الإطلاق جرت عبر صاروخ سويوز من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان. وستنقل المركبة حامولة تزن 2504 كيلوغرام من المستلزمات اللازمة لرواد الفضاء في المحطة الدولية. ومن المتوقع أن تصل المركبة إلى محطة الفضاء الدولية مطلع يونيو القادم. وتعمل محطة الفضاء الدولية التي تملكها وتشغلها 15 دولة في إطار شراكة كمختبر فضائي لأبحاث علوم الحياة والتطور التكنولوجي وغيرها من التجارب التي تستفيد من البيئة الفريدة التي تقل بها الجاذبية وموقعها في الفضاء. وبدأ بناء المحطة عام 1998 وبلغت تكلفتها 100 مليار يورو. مستمعينا الأكارم، ختاما لنشرة هذا المساء هذا أبرز العناوين. رؤساء اليمن ومنغوليا وتايلاند يهنئون بعيد الاستقلال. السفير ألم سحيا يقدم أوراق اعتماده لرئيس نيبال. امتحانات الشهادة المتوسطة تجري من 5 وحتى 7 من يونيو. الرئيس السنغالي يدعو إلى وحدة غرب أفريقيا وتقوية العلاقات مع بوركينا فاسو.
وزير الدفاع الأمريكي يلتقي نظيره الصيني في سنغافورة. وسلوفينيا تعترف بدولة فلسطين. انتهت النشرة. شكرا لحسن الاستماع والمتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله.